هقول لكم كل اسرار الشاورما المصري في البيت، واحلى 100 مره من المحلات. طريقتها سهله جدا وطعمها خطير. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. عندي نص كيلو من البفتيك، وطبعا بيبقى السمك بتاعه رفيع شويه بالشكل ده. انا بحب اجيبه كده زي ما هو واقطعه بقى بالشرايح اللي انا عايزاها. انا مش بحب الجزار هو اللي يقطعه، علشان ساعات مش بيقطعه بنفس الطريقه اللي انا عايزاها بالظبط. وده بيبقى شكله. خلصت كل الكميه وهبتدي بقى اجهز احلى تتبيله للشاورما. هنحتاج ميه بصل، فانا بجيب بصله مبشوره احط عليها رشه ملح واقلبها كده واسيبها شويه، هتلاقوها نزلت كل ميتها. وبعد كده هتجيبوا مصفى وتنزلوا بقى كل الميه بتاعت البصله دي، ومش برمي البصله، ممكن استخدمها في الكفته. هضيف عليها معلقتين كبار من الخل، معلقه صغيره من الطحينه، ومعلقه كبيره من الزبادي، نص معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود والبهارات والبابريكا وبودره الثوم وبودره البصل، ورشه بسيطه قوي من جوز الطيب، ونص معلقه كمان صغيره من السكر. هقلبهم مع بعض كويس جدا، وهنزل بقى بالتتبيله التحفه دي على الشرايح بتاعه اللحمه بتاعتي، وهقلبهم مع بعض كويس قوي. الاحسن ان احنا نغطيها ونسيبها في التلاجة لحد تاني يوم بتشرب من التتبيله حلوه قوي. بس لو مستعجلين سيبوها ساعتين بس مش اكتر، او ممكن كمان نص ساعه لو مستعجلين قوي. هنجهز بصلة متقطعة شرايح رفيعة، هنزل عليها بربع حزمة من البقدونس، رشة من الملح، ومعلقة صغيرة من السماق. وهنقلب كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا. وفي طاسة بقى على نار عالية هحط شوية كده من الزيت. واحلى حاجة في الشاورما بتاعت بره ان بيحطوا لها حتت كده صغيرة من اللية. لو عندكم، لو مش عندكم ممكن تحطوا بدلها سمنة بلدي، هتبقى برضو حلوة قوي. بعد ما اللية بتسيح بنزل بقى بشرايح اللحمة واقلبها كده على نار عالية، هتلاقوها نزلت شوية مية كده. هتفضلوا تقلبوا فيها لحد ما تستوي، ومش هتاخد وقت خالص وتشرب كل الميه. بعد كده بضيف بقى البصل والبقدونس اللي احنا كنا مجهزينه، طماطمايه متقطعه صغير قوي، واقلب. وبعد كده رشه بسيطه قوي كده، يعني معلقه صغيره من النعناع الفريش. لو حسيتوا ان هي محتاجه شويه ملح ضيفوا لها ملح، ومش بنسيبها على النار كتير بعد اضافه الخضار. وبس كده بقت جاهزه عندكم احلى شاورما مصري هتدوقوها. ما تفرقش اي حاجه عن بتاعت بره، بالعكس هي احلى وانضف بكتير وخطيره. هنجيب بقى الكايزر بتاعنا وهنبتدي نعمل احلى ساندوتش شاورما، ونحط عليه بقى صوص الطحينه. وبس كده هتاكلوا احلى ساندوتش شاورما ممكن تجربوه. احلى حاجه بقى ان انتوا تستخدموا الكايزر يبقى طازه وحلو. انا عرفت اشتريه منين والمحلات بتشتريه منين. لو عايزين تعرفوا انا اشتريته منين اكتبوا لي في الكومنتات او ابعتوا لي وانا هقول لكم على طول. كانت مستوية كويس جدا، واللحمة كانت بتدوب كده في البق وطعمها خطير. جربوها، انا واثقة جدا انكم هتحبوها.